آخر مرة شفت أبو بنتي بعد وفاة أمي بيومين. لما أمي توفت احنا كنا مع بعض، أوكي؟ وكان وقتها ما أقدر أدخلونا معاي الكويت، وأنا ما أطعيم. إذا دخلت الكويت ما أقدر أطلع منها. فالحل الوحيد إذا أنا أبي أروح أدفن أمي إنه أنا أخلي لونا عند أحد أنا أثق فيه. أنا أبوي كلنا رايحين الكويت ندفن أمي. فكنا مع أبو لونا، وقلت أنا مالي إلا أنا أخلي بنتي عند أبو لونا وأروح أدفن أمي في الكويت. أبو لونا طق الصدر وقال روحي وخليك مع أخوانك، أخواني كلهم صغار. إحنا نايمين ما في شيء، أقوم من النوم أبو لونا مش موجود، اختفى، أغراضه مو موجودة، لدرجة واتساب ممسوح، مسح السناب شات، مسح الانستغرام. لدرجة رحت أنا عند الشرطة أقول لهم أبو بنتي اختفى، أخاف صار في شيء. يعني إحنا في دبي إيش بيصير فيه مثلا؟ بس يعني المنطق إنه يعني إيش صار؟ المهم والشرطة مساكين يعني إنه ماخذيني سيريس، إنه أنا والله أبو بنتي انخطف، صار في شيء. ما في إلا العافية، ماخذ طيارة رايح البرتغال، وما شفته من يومها. هذا 2021 شهر 7، ولا في أي تواصل. وحتى بنتي لو أجيب لها ريال من الشارع أقول لها هذا دادي، حتصدق إنه هذا دادي. أوكي؟ ما في أي تواصل، خير شر. دور الدنيا بعد 3 سنين تتوفى أخته. وين تتوفى؟ في دبي. منو أول أحد يستقبله في دبي؟ على أساس إنه أنا بنت الأصل، بنت الأصل الغبية الحمارة اللي عمرها ما تتعلم. ما أنا منى مواصلة قاعدة معاه، وأبي أكون سند، لا أبي أكون يعني حرام. الله يرحمها ويغفر لها، بس توفت البنت في غربة. أروح حتى معرض الشارجة وأنا مواصلة ونفسيتي متدمرة، بس هذا بالنهاية شغلي. ثاني يوم أول مرة بحياتي أروح مشرحة، أول مرة بحياتي أروح طب شرعي، أول مرة بحياتي أشوف جثة ميتة. أمي ما شفتها وهي ميتة، لأني ما سافرت وما دفنت أمي. لأن لما هو اختفى أنا ضليتني شهر من الصدمة. لما اختفى ضليتني شهر كامل بعد وفاة أمي الله يرحمها، دمعة ما تنزل من عيني من الشوك، من الشوك. ما رحت، ما دفنت أمي. رحت المغرب عند ماي بيست فريند، لأنه نوم ما أقدر أنام. أول أسبوع في دبي أخليها على التليفون فيديو كول بس تظل معي عشان أقدر أنام.